وهيبقى ليها ميل فيزيائي. هنجيب الاتنين وبعدين نساويهم بايه؟ ببعض. هجيب الاتنين ازاي؟ الميل الرياضي ده سهل خالص وانت عارفه. هو بيطلع لك في الاخر عباره عن رقم. عباره عن ايه؟ رقم. طب اجيبه منين؟ من على الرسمه نفسها. يعني حضرتك بيبقى عندك دي مثلا نقطه الاصل اللي هي عباره عن صفرين، عندك مجموعه ارقام على السينات، وعندك مجموعه ارقام على الصادات، وايا كان بقى العلاقه مثلا كده. حلو؟ فحضرتك بتعمل ايه؟ تختار نقطه دي س واحد يبقى دي صاد واحد، نقطه تانية دي صاد اتنين ودي س اتنين، يبقى كده معايا كام نقطه؟ نقطتين، صح؟ النقطتين دول بشتغل عليهم وبجيب فرق الصادات. يا سلام عليكي على فرق السينات. طب اسالك سؤال، وانا لو اخدت نقطه واحده ورحت جبت النقطه دي في الصاد وقسمتها على النقطه دي في السين، تنفع ولا ما تنفعش؟ طيب ليه تنفع؟ عشان انا طالع من الصفر. لكن عارفه مثلا لو انا طالع من هنا ما ينفعش اخد نقطه واحده، لازم اخد كام نقطه؟ نقطتين. يعني لو انا طالع من الصفر ممكن تاخد نقطه عادي وتريح دماغك. طب لو انا طالع من قطع فوق ولا قطع تحت مش من الصفر لازم اخد نقطتين، هتطلع غلط. ماشي؟ على فكره هو انت لما تبقي اخد نقطه واحده انت عارف فين النقطه الثانيه اللي انت اخداها؟ صفر والصفر، عشان كده تطلع صح. فانت كانك برضو اخد نقطتين، بس النقطه الثانيه انت مش حاطاها في الحسبان اللي هي صفر وصفر، فمع الطرح ما فرقتش. لكن لو طالع من فوق ولا طالع من تحت هتفرق. تمام؟ طيب ده الميل الرياضي بنطلعه